مشتغلين بالقانون يعرفوا. كان زمان المادة 119 من قانون العقوبات كي تسرق فوق مليار جناية، ويمكن يحكم عليك إذا سرقت مبلغ يمس بالاقتصاد الوطني يصل إلى السجن المؤبد. في 2006 عدلنا القانون وسميناه قانون محاربة الفساد، وفي نهاية المطاف قانون تشجيع الفساد. كيف؟ أصبحت كل قضايا الفساد هي جنح، والعقوبة تاعها هي من 2 إلى 10 سنوات. كل قضايا الفساد، كل قضايا الفساد. يعني حتى لو اختلس مبلغ مانيش عارف. أنا نقول لك لو كان تسرق 100,000 مليار 10 سنوات. 10 سنوات. والشاب اللي يسرق بورتابل في باجراح يعطيو له 5 سنين. ولما تكونوا في مجموعة وتسرقوا في الليل يعني تصبح جناية. إذا لما نديروا هذا النوع من القانون، أنت مدير وكالة بنكية قال دير حسابك، قال حتى نموت شحال رايح نربح بالخدمة تاعي؟ قال نربح 10 ملاير ولا كذا. قال وش رايك لو كان ندي 100 مليار ونديهم لسويسرا ولا لإسبانيا ونشري أملاك لولادي، وبعد ذلك يحكموني يعاقبوني ويعطيوا لي 4 سنوات. أني رابح ولا أني خاسر؟ بالمنطق العددي نعم. إذا لما نعدل القانون، هذه التعديلات جاءت في إطار وفي إطار مكافحة وفي إطار محاربة الفساد. على هذه منذ 2006 زادت قضايا الفساد في كل القطاعات تقريبا وبدون استثناء. لماذا؟ لأن الشباب اللي يقدر يكون، خصوصا أن النظام السياسي يعرفوا، لأن الفساد هو فساد سياسي قبل ما يصبح فساد اقتصادي. هذه من ناحية. من ناحية ثانية في 2015 عدلوا القانون باللي لا يمكن للنائب العام، لا يمكن لوكيل الجمهورية أن يفتح تحقيق في قضايا فساد إلا إذا كانت هناك شكوى من مجلس الإدارة. لنفرض لمؤسسة ما مال عام أو مال مختلط خاص وعام. لنفرض باللي عندك قضية تاع إيرالجيري ولا لاكنان، ولا مانيش نقصد إيرالجيري، اسمحوا لي الإخوة، ولكن لما نلقى اختلاسات في إيرالجيري، أنا وكيل جمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، ما عنديش الحق باش نفتح تحقيق. وأنا وكيل جمهورية. ولو كان أنا نقابي، لو كان نبعث للسيد وكيل الجمهورية بالأدلة، لأن هناك اختلاس في مؤسسة ما عندوش الحق باش يفتح تحقيق إلا إذا كانت هناك شكوى من مجلس الإدارة لذات الشركة. شوف الآخر، لماذا؟ لأن عادة مجلس الإدارة كيفاش يتعينوا لي ديريكتور داجونس والمسؤولين المتوسطين، هذو عادة مجلس الإدارة هو اللي يقوم بالتعيينات، وتكون على أساس علاقات خاصة أكثر منها علاقات مهنية. هذا الناس هذو إذا ما كانش شكوى، لكن ما تقدرش تكون متابعة. كيفاش في دولة في 2015، هذه لازم الجزائريين يعرفوا الشيء هذا، في 2015 أنا نائب عام تاع العاصمة، نعرف باللي كاين اختلاسات في مديرية الشبيبة والرياضة مثلا في ولاية الجزائر بالملاير، وعندي أدلة، ما نقدرش نفتح تحقيق لأن مجلس إدارة لم يتم شكوى. هل بهذا النوع من التشريعات نحارب الفساد؟ طبعا نشجع الفساد، هذا من ناحية. من ناحية ثانية محاربة فساد هي قضية سياسة عامة، وفي ظل نظام سياسي
اللي حاول أن ينشر الفساد للاستمرار، هذا ما يقدرش يحارب الفساد. ثالثا، حتى القضايا اللي در رماد في العيون، أنا تابعنا رئيس البلدية تاع العاشور ورئيس البلدية تاع العفرون ولا تاع بيرغبال ولا، هذه كلها اللي در رماد في العيون. لماذا؟ لأن في كل هذه الفترة لم يتابع وزير تقريبا، لم يتابع مسؤول سامي من مؤسسة عسكرية أو مؤسسة مدنية. لماذا؟ لأن النظام السياسي والإخوة اللي يخدموا النظام السياسي غير ديمقراطي. في المقابل أنت تخدم النظام السياسي الغير ديمقراطي، ولكن في هذه طبيعة النظام غير الديمقراطي. الناس اللي يخدموه لازم يستافدوا، وهو يغض البصر على ذلك الفساد. ولكن بالنسبة للرأي العام قال كاين هناك قضية تاع فساد في رئيس بلدية باب الواد أو رئيس دائرة العفرون إلى غير ذلك، لكن كلها في رماد في العيون. إذا التشريع النظام السياسي كلها تجعل محاربة الفساد غير ممكنة في الجزائر. وتقرير منظمة الشفافية الدولية اللي تقول بأن الجزائر كلاسي 115، هذه حقيقة. ولما تاخذ أي مواطن، تاخذ الحافلة ولا تاخذ المترو في العاصمة وتحكي كاع الناس تقول بلي هذه بلاد فاسدة. طريقة تسيير الشأن العام من طرف الحكومات المتتالية يعطي انطباع، سواء في اختيار الأشخاص أو في السياسات المنتهجة، بأن الإخوة يريدون تحطيم الجزائر. لكن يبدو هذا على الأقل توصيف قد لا يتفق معك. البعض يقول لك كيف يمكن لطاقم حكومي المفروض أنه يراهن على إظهار كفاءته في التسيير أن يكون هدفه هو الوصول بالجزائر إلى حالة التكسير؟ شوف، عندما يقع سوء التسيير والتعفن في كل القطاعات وفي كل مناطق الوطن وفي كل الأوقات، ما يقدرش يكون هذا يعني سوء تسيير. ما يقدرش يكون هذه فرضية الأخطاء التسيير. أخطاء التسيير في طاقم حكومي تكون في حدود 5%، وفي فترة زمنية في قطاع معين. عندما نجد بأن هناك احتقار للشعب، هناك دفع إلى فساد الوطن، الفساد المالي والفساد الأخلاقي، نقول بأن هذه لا يمكن أن تكون سوء التسيير. إذا الدفع بالتعفن في هذه القطاعات هل هو في استراتيجية عامة وهو تحطيم الجزائر؟ تأثرت مرة في تمن راست لما لقيت باللي مواطنين مرض بالسرطان ما عندهمش أجر تاع الطائرة يجيو في الحافلة، ولما يوصلوا لهنايا ما كانش وين يباتوا، عوض الاعتداء على الأطباء والحديث عن الخدمة المدنية التي أثبتت التجارب بأنها عدم جدواها. تخلي الناس تستورد البنان وتخلي الناس تستورد بالملايير كل شيء، الخردة تاع العالم في الجزائر، وما تقدرش تدير مليار دولار ولا 2 ملاير دولار ودير مستشفى جامعي في الجنوب، دير جامعة إفريقية في الجنوب، والمواطنين يقدروا يعالجوا وتعطي علاوات بالنسبة للأطباء باش يديروا. إذن عندما لا نفكر من أجل مصلحة المرضى، من أجل مصلحة أبنائنا في الجنوب، وبعد ذلك قال مع زوال وطارق سيرفيسي. نجح النظام السياسي حاليا في تعميم الفساد مع الأسف الشديد، ولن